احيانا مشاعر الحب مش بتكون بين البشر بس، ممكن المشاعر دي تكون بين الروبوتات او الحيوانات والنباتات كمان. زي ما بنشوف الصداقه بين الحيوانات والبشر، وحتى الزرع بيقدر يكون افضل انواع الصداقه. بس زي ما في حب بين الروبوتات، في برضه الشر والكره اللي موجود جواه. ولكن ده ما يمنعش ان الحب هو اجمل شيء في العالم ومعاه السلام. بيبدا فيلمنا النهارده بكوكب الارض، واللي بيكون اتدمر خالص بسبب النفايات والتلوث البيئي اللي موجودين فيه، واللي وصل حجم النفايات فيه لطول الابراج وناطحات السحاب، وما بقاش فيه اي حياه للزرع او للحيوانات. وكل البشر سافروا عاشوا في سفينه فضاء اسمها اكسيوم، وكان المفروض يرجعوا كوكب الارض بعد 5 سنين، لكن الكوكب لسه متدمر حتى بعد ما عدى عليه اكتر من 700 سنه. وبنشوف الروبوت وليد اللي بيجمع النفايات وبيحولها لمكعبات وبيبني منها مباني عملاقه، وبياخد معاه صاحبه الصرصار وهو رايح يشتغل. وبيكون وليد هو الروبوت الوحيد اللي عايش على كوكب الارض، لان كل الروبوتات التانيه كانوا عطلوا. وبيظهر اعلان لشركه سفن فضائيه، وهي بتعلن عن رحلات للعيش في الفضاء في سفينه اسمها اكسيوم، اللي بيكون فيها كل الرفاهيات اللي بيحبها البشر. وليد بيوصل لشاحنه روبوتات عملاقه، ودي بتكون البيت بتاعه اللي بيعيش فيه. وليد على طول كل يوم لما يروح يطلع شريط فيديو ويتفرج على الاغنيه اللي فيه. ولو انت مش عارف ايه هو شريط الفيديو ده، كان عباره عن شريط بيتسجل وبيتعرض عليه الافلام في فتره من الزمن الناس كانت بتستخدمه قبل ظهور الكمبيوتر والموبايل. وليد كان بيلم الحاجات اللي بيحس ان ليها قيمه بس من وجهه نظره هو، وكان بيتفرج على مشهد وهما المغنيين بيمسكوا ايدين بعض وبيغنوا في حاله رومانسيه. كان هو بيبقى عايز يعمل زيهم بس مش عارف ازاي، لانه وحيد. حط اكل لصاحبه الصرصار ونام عشان الصبح يرجع يعمل نفس الحاجات اللي بيعملها. بيجي الصبح والبطاريه بتاعته بتكون فضيت شحن، وبيقف في الشمس يشحنها لانه بيشتغل بالطاقه الشمسيه. وبيخرج هو والصرصار يعمل نفس اللي بيعمله كل يوم، يلم النفايات ويحولها لمكعبات يرصهم على شكل مبنى. ولما كان بيلاقي حاجات شكلها غريب كان بياخدها معاه، لدرجه انه رمى خاتم سوليتير غالي جدا وخد العلبه بتاعته. بس حياه ممله مفيش فيها اي جديد. بس النهارده كان يوم مختلف، اكتشف حاجه جديده، لقى زرعه هو مش فاهم ايه دي، بس قرر يحتفظ بيها لان شكلها عجبه. وفجاه وهو راجع البيت يشيلها لقى نور ليزر في الارض وبيتحرك، وده خلى انه يبقى عنده فضول يعرف ايه ده، ومشي وراه عشان يمسكه. بس الليزر ابتدى يكتر وحصروه في دايره، ولما جه يمسكهم لقى الارض بتتهز جامد. وليد ما كانش يعرف ان الليزر ده بتاع سفينه فضائيه ضخمه، ولما اكتشف وحاول يهرب لكن النار كانت محوطاه، قام حفر حفره ونزل فيها لحد ما السفينه نزلت على الارض. ولما طلع عشان يبص عليها اتفتحت بوابه ونزل منها روبوت متطور. ومن هنا بدا الحب يدق في بروسيسور وليد، حب زي ما بيقولوا عليه من اول نظره. وليد بيفضل ماشي وراها بيراقبها وبيشوفها وهي بتطير وبيزيد اعجابه بيها، لكن لما طلع صوت ضربت عليه شعاع ليزر كانت هتموته. وليد بيبقى خايف منها وبيراقبها في صمت، والصرصار بيروح لها وهي بتحبه وبتلعب معاه. وليد لما طلع صوت قعدت تضرب عليه ليزر لحد ما بتكتشف ان هو روبوت زيها وبتسيبه وتروح تكمل شغلها. وليد بيلاقيها نامت، ولما بتصحى وليد بيكتشف انها بتتكلم وانها بتعمل التوجيهات اللي مطلوبه منها. وهو شرح لها انه بيحول النفايات لمكعبات، وهي عرفت ان اسمه وليد وبتقول له ان هي اسمها فيفي. ومن هنا بتبدا صحوبيتهم. وليد بيلاقي عاصفه جايه عليهم وبيحاول يشد فيفي معاه علشان يوديها بيته تتحامى فيه. ولما بيدخلها بيته بيفرجها على الحاجات اللي موجوده جواه، بيشغل لها شريط الفيديو، بيعرض لها الفيلم اللي موجود جواه وهم بيرقصوا. ولما هي بتحاول تقلدهم وترقص هتبقى بتهد البيت عليهم وهي مش عارفه. وبتلاقي وليد بيغير القطع بتاعته من على الرفوف. ولما الاغنيه الرومانسيه بتشتغل وليد بيفضل يقعد يبص لها وبيحاول يمسك ايديها بس هي بترفض، فبيحاول يبهرها اكتر وبيروح يجيب لها الزرعه اللي هو لقاها وبيديها لها هديه. فيفي لما بتلاقي الزرعه بتاخدها وبتطفي، ووليد ما بيبقاش فاهم هي ايه اللي بتعمله او هي نامت ليه. ولما بيجي الصبح بيخرجها بره عشان بيفتكر ان هي بتتشحن بالطاقه الشمسيه زيه، لكن ما بيلاقيش اي اختلاف. وتفوت عليه ايام وليالي وهو مش عاوز يسيبها، وبياخدها معاه في كل مكان على امل انها تصحى في وقت من الاوقات، لحد لما بيجي عليه وقت بيبقى زهق ومش راح يكمل تحويل النفايات لمكعبات وسابها عند البيت بتاعه، لحد لما بيلاقي سفينه الفضاء اللي هي جابتها رجعت تاني. وبيجري عشان يلحق فيفي قبل ما السفينه تاخدها، لكن ما بيلحقش وبيلاقي السفينه خدتها. وبيطلع على السفينه عشان ينقذها، لكن السفينه بتطير في الفضاء الخارجي وهو بيكون متشعبط فيها. ووليد بينبهر بالفضاء الخارجي لحد لما بيوصل لسفينه اكسيوم اللي عايش فيها كل البشر، وبيشوف الروبوتات وهي بتاخد فيفي. وبيكون في روبوت جوه السفينه بينظف اي مخلفات على الروبوتات اللي جايه من كوكب الارض. والروبوت الصغير اللي اسمه جو بيبقى عاوز ينظف وليد. والروبوتات التانيه لما بتكتشف ان فيفي جواها زرعه بييجوا ياخدوها. وليد ما بيرضاش يسيبها وبيروح وراها. جو بيروح وراه عشان ينظف الارض لحد لما وليد بيتفاجئ بالبشر انهم عايشين وقاعدين على كراسي بتطير عشان ما بيقدروش يمشوا لانهم تخان قوي، وبيكلموا بعض من خلال الشاشات، لحد لما وليد بيخبط واحد من البشر وبيوقعه من على الكرسي من غير ما يقصد. ولما بيلاقيه مش قادر يقوم ويتحرك بيساعده وبيخليه يقوم، وهو بيعرفه بنفسه وبيشكره وبيقول له انا اسمي شوقي. وبيستغرب وليد من البشر ان الاكل بتاعهم بقى عباره عن عصير، لحد لما بيروح مع فيفي لغرفه الكابتن.
ولما بيشوف الكابتن بيلاقيه نايم والروبوت عبود صحاه، ولكن بيكون عامل زي بقيه البشر اللي عايشين على السفينه، تخين برضه زيهم، وبيقعد يتكلم مع الناس في السفينه، ولكن بيكتشف فجاه ان في زرار منور اخضر. ولما بيسال الروبوت عبود انه في روبوت اكتشف زرعه، فبيقرر يدوس على الزرار وبيظهر له شاشه فيها تعليمات الرجوع الى كوكب الارض. وفيفي بتتفاجئ ان وليد في السفينه معاها، ولما الكابتن بيطلب ان فيفي تطلع النبات ما بيلاقيش فيها اي حاجه، وبيفتكر هو والروبوت عبود ان في مشكله فيها، وبيقرر يبعتها للصيانه هي ووليد. والكابتن بيحاول يعرف معلومات عن الارض، ووليد وفيفي بيوصلوا اوضه الصيانه. وليد بيلاقي الاجهزه شالت دراع فيفي، وبيفتكر انهم كده هيفككوها ومش هتبقى موجوده تاني، ولكن وليد لما بيدخل بينقذها وبيمسك مدفع البلازما بتاعها وبيضرب بيه بالغلط طلقه بيخلي كل الروبوتات اللي بايظه تتحرر، وده بيخلي روبوتات الامن تنزل صورتهم وتقول انهم مطلوبين. وفيفي بتاخد وليد وبتهرب بيه وبتبقى عايزه تبعته لكوكب الارض تاني، بس بتلاقي الروبوت اللي في اوضه الكابتن هو كمان عايز يبعت الزرعه لكوكب الارض وانها فعلا موجوده، ولكن وليد بيدخل عشان يجيب الزرعه، لكن الروبوت الخاين بيبعت المركبه لكوكب الارض وبيخليها تدمر نفسها قبل ما توصل، بس وليد بيلحق يهرب منها ويطير في الفضاء. وفيفي كانت بتلحقه، لكن لما بتشوف المركبه وهي بتنفجر تفتكر ان وليد مات وبتزعل عليه، لكن بتكتشف ان وليد ما ماتش وانه طاير بالطفايه بتاعه الحريق. وليد بيديها الزرعه، وفيفي لما بتاخدها بتفرح قوي وبتاخده بالحضن، وبيقعدوا هما الاثنين يطيروا في الفضاء ويرقصوا مع بعض في انسجام، وبيدخلوا جوه السفينه تاني وبيوصلوا لغرفه القياده تاني من خلال فتحات الزباله. وفعلا فيفي بتدخل للكابتن وبتديله الزرعه، ولما الكابتن بيشغل الكاميرا السريه بتاعه فيفي بتكتشف ان وليد كان بيحاول يساعدها، ولما بتشوفه في الشاشه فبتعجب بيه وبتحب وليد. ووليد بيقرر ان هو هيروح ورا فيفي، وبيطلع فعلا من فتحه الزباله وجو بيمشي وراه عشان ينظف الارض من وليد. الكابتن بيقرر انهم يرجعوا الارض، ولما بيكلم عبود بيحاول يمنعه انهم يرجعوا الارض تاني، وبيقول ان الموضوع ده سري وبيبقى عاوز ياخد منه الزرعه، لكن بيعرض على الكابتن في الاخر فيديو سري، والكابتن في الفيديو بيقول لهم اوعوا ترجعوا لكوكب الارض تاني، خليكم في الفضاء. ولما عبود بيحاول تاني مع الكابتن انه ياخد الزرعه فبيقول له لا هنرجع الارض، لكن عبود بيستخدم الروبوتات وبيمنع الكابتن انه يمسك اداره السفينه وبياخد منه الزرعه، لكن فيفي بتساعد الكابتن والروبوت بيحدف الزرعه من فتحه الزباله، لكن بيلاقوا وليد انقذها، وعبود بيهجم على وليد وبيكهربه وبيقبض على الكابتن وبيمنعه انه يتصرف وبيعملوا عليه انقلاب وتمرد. فيفي بتفوق في مقلب الزباله وبتنقذ وليد قبل ما يطلعوا في الفضاء، ولكن بتلاقيه متدمر خالص يا عيني، وبتدور على قطع غيار ليه في مقلب الزباله عشان يعرف يعيش، وهو بيديلها الزرعه لكن هي بترميها لانها حبته، بس هو بيروح يجيب الزرعه تاني وبيقول لها لازم نرجع الارض. فيفي بتقرر ترجع الارض تاني وبتاخد معاها وليد وجو وبتخرج من غرفه الزباله، والروبوتات اللي بايظه وهربت معاهم قررت تساعد وليد وفيفي لو حد اعترضهم من روبوتات الامن. وعبود الشرير بيكتشف انهم لسه عايشين وبيبعت روبوتات الامن عشان يوقفوهم. في نفس الوقت الكابتن اكتشف ازاي يقدر ان هو يخترق نظام السفينه ويشغل نظام العوده الى الارض، والكابتن بيظهر في كل الشاشات قدام الناس كلها وقدام الروبوتات، وبيقول لفيفي ووليد اطلعوا على سطح المركب وانا هتصرف وهشغل لكم مكشاف الزرع عشان نرجع للارض تاني، ولكن الروبوتات الامن بتكون اتدخلت، وعبود بيقطع الارسال عن الكابتن، وبتبتدي الروبوتات اللي مع وليد وفيفي تضرب في روبوتات الامن وتهاجمهم، والكابتن بيضحك على عبود وبيعمل خدعه عشان يعرف يسيطر عليه، وفعلا الكابتن بيبدا يهجم على عبود وبيدوس على الزرار اللي بيطلع الجهاز اللي بيكتشف الزرعه عشان يقدر يرجعهم للارض، ولكن عبود بيحرك دفه السفينه وبيخليها تميل على جنبها عشان ما يعرفوش يوصلوا الزرعه للمكشاف، والزرعه بتقع وفيفي بتقعد تدور عليها، والناس بتكون وقعت كلها من على الكراسي بسبب ميلان السفينه، وعبود بيدوس على زرار اغلاق المكشاف ولكن وليد بيمنعه وبيقف تحت المكشاف وبيخليه ما ينزلش، وبيفضل عبود يدوس على الزرار بقوه عشان ينزله ويقفله لحد لما للاسف المكشاف بيقفل على وليد وبيفرمه. وهنا بيقرر الكابتن ان هو يقف على رجليه ويطفي عبود ويلغي نظام القياده الاليه، وفعلا بيفصله ويرجع السفينه تاني، وفيفي بتقعد تقول للناس الزرعه الزرعه لحد ما الناس بيهدفوا الزرعه للروبوتات اللي بايظه، وكلهم بيوصلوا الزرعه لفيفي لحد ما بتحطها في مكشاف الزرع وبتنقذ وليد، لكن للاسف بيكون الوقت فات، وليد بيكون متدمر نهائي، وكل ركاب السفينه والروبوتات بيزعلوا على وليد. في الوقت ده السفينه بتغير وجهتها وبترجع لكوكب الارض تاني. السفينه اول ما بتفتح بابها فيفي بتاخد
بتاخد وليد وبتروح للبيت بتاعه وبتبتدي تغير القطعه اللي باظت فيه عشان ترجعه يعيش تاني. وفعلا وليد رجع عاش تاني، وبيرجع هو وفيفي يعيشوا قصه حب جميله، وركاب السفينه رجعوا يزرعوا تاني عشان يعمروا كوكب الارض. وبكده يكون انتهى فيلمنا. بس ما انتهتش قصص الحب اللي احنا كل يوم بنعيشها، وهيفضل الحب والصداقه هم اجمل شيء في حياتنا. حافظوا على احبائكم واصحابكم قبل ما ينتهي كوكب الارض. طبعا مش محتاج اقول لكم ما تنسوش تدعمونا وتعملوا الشير وتعملوا سبسكرايب واللايك كمان، وممكن تكتبوا لنا كومنت تقولوا لنا فيه ايه الحاجات اللي انتوا عايزينها تاني. كان معاكم خالد ابراهيم من حكايات قبل النوم. سلام.